ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صراحة بقالي فترة حابة اغير من ستايل المحتوى بتاعي، لان انا بطبعي بزهق بسرعة قوي وبمل جدا من الحاجات المتكررة. فعلشان كده قررت ان انا اغير شوية من شكل المحتوى، عايزاه يكون شبهي اكتر، يكون طبيعي اكتر. علشان كده الفترة الجاية ان شاء الله هاخدكم معايا في لقطات سريعة كده من يومي، بحيث ان المحتوى يكون متنوع فنستمتع وفي نفس الوقت نستفيد، ونتكلم برضو في المواضيع بتاعتنا زي كل مرة. وبرضه في نفس الوقت اللي عندها شغل أو عندها مذاكرة تتشجع معايا وتقوم تخلص كل اللي وراها. وبس بقى من غير ما أطول عليكم أكتر من كده في المقدمة، خلونا ندخل في الموضوع على طول. عمرك حسيتي إنك في علاقة بتستنزف طاقتك كل يوم، ولا انتي قادرة تنسحبي منها ولا قادرة تكملي فيها؟ كأنك كده عايشة في دايرة بتستنزف طاقتك طول الوقت، بدل ما تكون العلاقة دي مصدر الأمان بالنسبة لك، بالعكس بتكون حمل كبير قوي عليكي. فالنهاردة هقولكوا على سر نجاح واختيار العلاقات الصحية، العلاقات اللي فعلا بتقوينا مش بتكسرنا. فلو جاهزة الفيديو النهاردة، جهزي قهوتك أو مشروبك المفضل واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. العلاقات اللي في حياتنا دي مش حاجة بسيطة أبدا ولا حاجة يستهان بيها أبدا، وما ينفعش نختار الناس اللي في حياتنا بعشوائية أو بعدم وعي، لأن العلاقات دي بتأثر على نفسيتنا وبتأثر على طاقتنا، وبتأثر كمان على نظرتنا لنفسنا. ممكن علاقة واحدة بس صح تغيرلك حياتك كلها للأحسن، زي ما كمان ممكن شخص واحد بس غلط في حياتك يضيع منك سنين ويفوت عليكي فرص كتير قوي. وأنا عن نفسي حصل معايا كده، لما كنت بختار زمان بعدم وعي وبختار بعدم نضج، ده خسرني كتير جدا في حياتي. سواء بقى كانت العلاقة دي صداقة أو ارتباط، بس فعلا اللي بيأثر قوي على حياتنا هي علاقات الزواج أو الارتباط. فاحنا لازم واحنا بنختار شريك الحياة بالذات نكون واعيين قوي وعارفين قوي احنا بنختار مين. وعلشان نعرف ازاي هنختار او هنختار مين، لازم في البداية الأول نكون عارفين نفسنا، عارفين احنا محتاجين ايه. لازم وضروري تكوني واضحة مع نفسك وصريحة مع نفسك في كل احتياجاتك بقى أو في كل جوانب حياتك، لأنك لو ما كنتيش واضحة وصريحة وما كنتيش عارفة انتي عايزة ايه أصلا في حياتك، في كل الجوانب بقى النفسية والجسدية والتربية وكل حاجة في كل جوانب حياتك، هتلاقي نفسك بتختاري أي حد وخلاص. وفي الغالب هتختاري ناس يمكن يكونوا أقل من اللي تستحقيه فعلا. فأول خطوة علشان تقدري إنك تختاري صح أو في طريق الاختيار الصح، هو إنك تفهمي نفسك وتفهمي قيمتك. لأنك أول لما تعرفي قيمتك وتعرفي نفسك، اختياراتك هتختلف تماما. يعني أنا النهاردة عمر ما اختياري هيكون زي اختياري من كام سنة، لأن أنا النهاردة قادرة أحدد قيمة نفسي، قادرة أحدد مين يستاهل يكون في حياتي ومين لأ، ومين كمان الشخص اللي هيحترم حدودي. بس زي ما قلنا في البداية، انت اللي لازم تكوني عارفة حدودك الأول علشان تقدري توضحيها للشخص اللي قدامك، وكمان تعلميه ازاي يتعامل معاكي ويحترم حدودك. وتاني حاجة بقى، وانتي في أي علاقة اسألي نفسك، هل العلاقة دي أصلا بتديني طاقة ولا بتسحب مني طاقة؟ في علاقات كده أو في ناس بنقابلهم في الحياة بيخلوا عندنا أمل في بكرة، وبيخلوا ليكي نفس إنك تعيشي وتحلمي ويكون عندك أمل في الحياة. وجودهم معاكي بيديكي أمل وحماس. وفي علاقات تانية أو في ناس تانية لو قعدتي معاهم وانتي أصلا عندك طاقة، هم هيسحبوها منك. هتلاقي نفسك راجعة بيتك آخر اليوم أو بعد لما تقومي من معاهم، هتلاقي نفسك مش قادرة تتكلمي مع حد ولا ليكي نفس لأي حاجة في الحياة. وطبعا مش هوصيكي بقى الناس دي تهربي على طول من قدامهم، مش تمشي بس، لا ده انت تهربي فعلا. فركزي قوي في الأشخاص اللي في حياتك. الشخص الصح وجوده في حياتك بيزودك جمال، بيخلي روحك تلمع، تحسي نفسك كده خفيفة وطايرة ومفهومة ومسموعة وحاسس بيكي، لكن مش العكس. وأظن بقى إن واحدة من أكبر الغلطات اللي احنا بنعملها كبنات هي إننا بنصدق الكلام الحلو، بنصدق الوعود الكذابة. عمرك في حياتك ما تصدقي الكلام بس. الشخص السوي أو الراجل اللي بجد فعلا مش بس بيقولك كلام حلو أو بيوعدك بوعود جميلة، لأ ده بينفذ على طول. يبان رجولته وصدقه في المواقف وفي الأوقات الصعبة اللي بتمر بيها في حياتك. ده غير بقى النقطة من أهم النقط اللي بتكشف فعلا الشخص على حقيقته، هو بيتعامل ازاي مع أهله. لأن على رأي المثل، اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس. فلو عايزة تعرفي حقيقة أي حد، حاولي تعرفي ازاي بيتعامل مع أهله. أنا عارفة إن الموضوع ده أو النقطة دي بالذات صعبة شوية، بس مع الوقت كل حاجة بتبان. المهم انت تخليكي ذكية وتركزي طول الوقت
تركزي في التفاصيل الصغيرة اللي محدش بياخد باله منها، لأن الطريقة اللي شريك حياتك بيتعامل بيها مع أهله أو مع أمه أو مع أخواته هي نفس الطريقة بنسبة 90% اللي هو هيتعامل معاكي بيها في المستقبل. ومهما حاول يقنعك أو يفهمك إن هو مع أهله حاجة ومعاكي انتي حاجة تانية، اوعي تصدقي، لأن ده طبع وبيظهر بس لما يكون الشخص مع الناس القريبة منه أو مع الناس اللي بيرتاح معاهم. وخلي بالك كمان إن العلاقات الصحية عمرها ما بتكون من طرف واحد بس، بمعنى إن يكون في طرف دايما بيدي حب، اهتمام، وقت، والطرف التاني قاعد بس يستنى أو يستقبل وياخد بس. لازم يكون في توازن في العلاقة، انتي ساعات بتدي حب واهتمام ووقت، وهو ساعات كمان بيدي حب واهتمام ووقت، بحيث ان رصيد الحب في قلوبكم يكون دايما مليان ومتوازن. لأن العطاء لو مش متوازن بين الطرفين، هتلاقي دايما حد عنده رصيد كبير وحد خلاص رصيده بيخلص أو خلاص خلص أصلا. ومع الوقت العلاقات اللي بتبقى من النوع ده لو ملحقناش نفسنا وعملنا فيها توازن، لازم طرف من الطرفين هيبعد والعلاقة دي في الغالب هتفشل. فدايما حاولي تحافظي على التوازن ده. ومن أهم بقى الحاجات اللي من وجهة نظري مهمة قوي، هي إنك تصدقي إحساسك. مهما حصل صدقي إحساسك، إحساسك عمره ما هيكذب. ولو من أول ما دخلتي في علاقة كده حسيتي إن في حاجة مش مريحاكي، ما تكمليش. لو حسيتي إن في تقل على قلبك برضو ما تكمليش، حتى لو كل المؤشرات حواليكي بتقولك إن كل حاجة تمام ومفيش أي حاجة غلط. بس إحساسك هو لوحده الوحيد اللي بيقولك إنك مش مرتاحة، ساعتها اوعي تكملي. طبعا الكلام ده بعد لما بتستخيري وتستشيري وتعملي كل حاجة. بعدها بنسمع صوت قلبنا بيقول ايه. انا في وقت من الاوقات كنت محتاجة بس حد يقولي صدقي احساسك. ما كنتش اعرف وقتها ان احساسي هو اللي صح، بس انا تجاهلت وقلت لا ده كل حاجة تمام ومفيش اي تفصيلة غلط، وكبرت وكملت. بالرغم ان انا كل يوم كان احساس الخنقة جوايا بيكبر وبيزيد، بس انا كنت بتجاهل وبقول عادي، ده يمكن من الشيطان علشان بنبني بيت مسلم والكلام كله اللي احنا حافظينه ده. وعلى هذا الأساس بقى ضيعت سنين من عمري على ناس كتير غلط، ناس ما تستاهلش وجودها في حياتي ولو دقيقة واحدة. فعلشان كده بقولك النهاردة صدقي إحساسك، لأن إحساسك 90% أو يمكن حتى 99% إحساسك صح. ومهما كانت العلاقة لما تبعدي وانتي في بدايتها، أحسن مليون مرة ما تكملي. لأنك لو مشيتي مشاوير كبيرة قوي، في النهاية هترجعي المشاوير الكبيرة دي وانتي لوحدك، ويمكن يكون في خسائر كبيرة قوي وقتها. فالحقي نفسك من البداية واسمعي صوت قلبك. وفي النهاية خليني أقولك إن الشخص الصح هيطلع منك أجمل ما فيكي، هيخلي ثقتك في نفسك تزيد وحبك لنفسك يزيد. احنا طبعا مش بنستنى حد يجي يزود حبنا أو يزود ثقتنا في نفسنا، بس دي علامة من ضمن العلامات أو الإشارات اللي بتقولك إن الشخص ده صح، إنه هيحببك في نفسك أكتر. باختصار اختاري الشخص اللي يكملك، مش اللي يكون عبء عليكي أو يكون مسؤولية عليكي، اللي لما تحتاجيه في أي وقت فعلا تلاقيه موجود، اللي لما تقصري أو تغلطي أو تتعبي تلاقيه معاكي مش عليكي أو مش ضدك. عمرك ما تقبلي بعلاقة ترهقك أو ترهق روحك وقلبك. العمر ده احنا هنعيشه مرة واحدة، يا إما نعيشها صح يا إما نستنى الشخص الصح. ولو ما لقيناش الشخص الصح يبقى نستمتع مع نفسنا ونحب نفسنا ونعيش حياتنا بالطريقة اللي فعلا تريحنا وترضينا. وبس كده كان فيديو النهاردة، هستنى بقى أشوف رأيكم في الكومنتات على ستايل الفيديوهات الجديدة. طبعا كالعادة لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بقى حبيتوا الستايل ده أو لأ علشان أكمل فيه، أو لو حابين إن احنا نرجع تاني لطريقة البودكاست اللي كنا بنعملها الأول. وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.